اهلا بيكم على قناة البورصجي. النهاردة انا هدي نموذج او استراتيجي في التريدينج. بالنسبة لي دي واحدة من الحاجات الاستراتيجي السهلة اللي ايزي انك تشتغل بيها وممكن تطلع منها فلوس كويسة جدا في التريدينج. بس الاستراتيجي دي ليها شروط، ما هخش معاكم انديب دلوقتي او بالتفصيل الممل ازاي تستفيد من الاستراتيجي دي. لان لو انا خيروني مثلا هتختار 1 او 2 استراتيجي اشتغل بيهم في التريدينج، انا هشتغل بواحده من دول، ودي يعني تتصدر القائمه. ليه؟ لحاجتين. حاجه اولانيه انها سهله جدا، عينك بتجيبها بسرعه، ادي واحد. اتنين، انها بتتكرر على الاقل مره مرتين في الاسبوع على اي حاجه، يعني على العملات، على الناسداك، على اليو اس 30. عايز اخش معاكم كده شويه ديب في الاستراتيجي دي. فانت يعني الاستراتيجي دي لازم تبقى فاهمها كويس قوي. وانا من الاول كده بقول يا جماعه لازم تاخدوا الاستراتيجي دي وتروحوا تعملوا عليها باك تيستنج. يعني ايه تعملوا باك تيستنج؟ يعني ترجع على الشارت بتاعك وتشوفها مرة واتنين وتلاتة وتشوف دخلاتك صح ولا غلط، وتقيسها وتشوف لو دخلتها هتبقى داخل الدخلة دي تمام في الوقت، الساعة كام، في لندن سيشن ولا في نيويورك سيشن. ده الهوم ورك بتاعك، ده الواجب اللي لازم تعمله علشان تضمن ان انت بتشتغل باستراتيجي فعلا الاغلبيه فيها او البروبابيلتي عاليه فيها انك تبقى استراتيجي ناجحه. زي ما انتم شايفين معايا هنا كده، انا فاتح مثلا الين يو اس دولار على الشارت على ال1 اور. وهنا هدفي ان انا اشوف تريدنج رينج اقدر اتريد فيه. يعني ايه؟ يعني ده بالنسبه لي كده تريدنج رينج. شايفين في هيوج ديسبيسمنت حصل. اوكي، انا بقى علشان اخش امتى وازاي؟ طيب مبدئيا لازم عندك اول شرط ان يكون في ليكويديتي اتاخدت هنا. شايفين في سيوله هنا اتاخدت. البرايس عمل هنا تقريبا ايكوال هاي، ونزل بعد كده راح طلع عمل هانت للليكويديتي اللي هنا. اوكي، ادي اول شرط. تمام. عشان الزحمه. وبعد ما يعمل هانت للليكويديتي هنا راح عمل ديسبيسمنت قوي جدا. يعني ايه ديسبيسمنت؟ عارفين كده لما الفيل ينط في البول او ينط في حمام السباحه بيروح عامل طرطشه جامده قوي. هو ده اللي بيحصل في البرايس كده، عشان الناس تفهم يعني ايه معنى كلمه ديسبيسمنت في البرايس. يعني البرايس نزل مره واحده، ما اداش فرصه لاي حد ممكن يخش معاه. هنا بقى عينك تبتدي تبص على الاستراتيجي دي. الاستراتيجي دي اسمها الاو تي اي، اوبتيمال تريد انتري. يعني دي اكتر حته حلوه ممكن تخش منها، هي اسم استراتيجي كده. طيب حلو. بعد ما شفت ان الليكويديتي اتاخدت على الهاي تايم فريم زي ال1 اور مثلا، فانا بعمل ايه؟ بروح عامل فيبوناتشي، بقيس التريدنج رينج ده من الهاي من الهاي للو. ده التريدنج رينج بتاعي، ده اللي انا باصص عليه. حلو. بستنى ايه؟ بستنى البرايس يوصل لحته اسمها الاوبتيمم تريد انتري، اللي هي الحته دي، اللي هي ما بين على الفيبوناتشي هتلاقيها ما بين 0.6 ل 0.7. ده تاني شرط. تالت شرط لازم يكون في فير فاليو جاب اخش منها في الرينج ده. انا هشيل الفيبوناتشي، خدت ارقام الفيبوناتشي. يعني انا دي ال 50% ده الايكوليبريم، ما بخشش من الايكوليبريم يا جماعه. لو التريده دي طلعت الايكوليبريم ونزلت خلاص سيبها. خلاص ساعات بتحصل على فكره. يعني خدوا نوت كده في تريدز لما تيجي تعمل باك تيستنج او تعملوا باك تيستنج، هتلاقي في تريدز بيطلع بس للايكوليبريم وينزل. دي بتبقى تريده الريسك فيها عالي جدا، وانا ما بحبهاش. انا بستنى الاوبتيمم تريد، يعني بحب الليفل ده. ليه بحب الليفل ده؟ لان الليفل ده مبدئيا فوق ال 50%، فوق الايكوليبريم، ادي واحد. نمره اتنين، في فير فاليو جاب، في جاب البرايس عايز يعمل فيها اعاده تسعير، في اوردر بلوك. شايفين كل حاجه راكبه مع بعضها ازاي؟ ازاي لما بخش استراتيجي او بدرسها باخد ايه معايا؟ بشيل الفيبوناتشي وببص هنا. شايفين البرايس احترم الفير فاليو جاب ازاي؟ فانت لما تيجي تخش هتخش من هنا، من الليفل اللي احنا قلنا على فيبوناتشي. الستوب لوس بتاعك فوق هنا بالظبط. بالتارجت ايه؟ بتارجت اللو بتاع الرينج ده. استراتيجي سهلة وبسيطة جدا، ومحتاج انك بس يبقى عينك على الكام شرط اللي انا قلته لهم لك ده. تستنى واحد، تستنى البرايس يعمل هانت للليكويديتي هنا زي دول كده زي ما انتوا شايفين هنا. اول ما يعمل ليكويديتي وشفت الديسبيسمنت، شفت فيه نزول قوي جدا، ما تخشش كل ده. كل ده انت ما بتخشش. كل ده انت بتحضر للتريده بتاعتك، بتحضر الاستراتيجي بتاعتك.
ادي بقى عندك تريدنج رينج، ده التريدنج رينج اللي بتكلم عليه يا جماعه، من اول هنا ده الهاي لغايه اللو ده. انا بس ده التريدنج رينج اللي انا بتكلم فيه. اوكي. طب عشان اخش انا بقى اسل، عايز اشورت الين يو اس دولار، بستنى ايه؟ بستنى البرايس يعمل لي حاجه اسمها اعاده تسعير برايسنج، بس بيعمله في مناطق معينه. فالمناطق المعينه دي على فيبوناتشي، هشيل دي برضو عشان تشوفوا كل حاجه تاني. من الهاي اهي، خد الوكايه معاهم، خد الوكايه ما تسيبش الوكايه للو هنا. طالما دخل لك في الرينج بتاع ال 0.6 لل 0.7، الرينج ده شايفين الخطين دول؟ هشيل ده عشان من، شايفين الخطين دول؟ طالما دخل لي في الرينج ده البرايس، هنا ابتدي اخش التريد. ممكن يطلع شويه، ممكن يعمل لي وكايه هنا، مش مشكله، انا حاطط الستوب لوس بتاعي فوق. فوانس ان هو يعمل اعاده تسعير في الفير فاليو جاب مع التو رينجز بتوع الفيبوناتشي مع الاوردر بلوك، يبقى انا كده ضامن بنسبه 80 90% ان انا ماشي صح، او التريد في الاتجاه الصح. شايفين عمل اعاده تسعير قويه جدا، يا دوبك لمس واحد وكايه اتنين تلاته وراح عمل النزول. تارجتنج طبعا الليكويديتي، الناس اللي حاطه الستوب لوز هنا زي ما انتم شايفين. تيك بروفيت دون. اعتقد الاستراتيجي سهله وبسيطه. انا كل اللي طالبه منكم انكم تكتبوا الشروط دي، وترجع على الشرط بتاعك تاني، تشوف الباترن ده بيحصل، او الاستراتيجي دي بتحصل كم مره في الاسبوع، وبتحصل امتى، وبتخش ازاي، وفعلا بيروح يعمل ريبرايسنج في المناطق دي ولا لا، او ينزل. ده اللي مطلوب منك. انا وريتك كل الشروط كل استراتيجي، بس كل اللي مطلوب منك انك تروح بقى وتعمل تيستنج للكلام ده. علشان انت لو ماسترت بس الاستراتيجي دي، وبقيت ماستر فيها، وبقيت بتعرف ازاي تخش وتطلع منها، صدقني انت مش هتحتاج اي حاجة تاني. اتمنى يكون الاستراتيجي عجبتكم، واللي محتاج اي حاجة اكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.